انا في النظافه ما بهزرش، بعد ما قلبت حالي البيت كده بقيت عايزه اقول يا حد يجي يعدله عشان انا مش قادره خلاص. والله العظيم بعد ما غسلت ستاير وسجاد والكفر بتاع الركنه والكفر بتاع السفره خلاص بقيت مفيش طاقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بينا نبدا نظافه في البيت، بس هي مش هبدا نظافه، انا هبدا فرش. وادعوا لي ربنا يديني الصحه والعافيه، عشان الموضوع ده كله حصل في ساعات، مش يبان في 5 دقايق، بس حصل في ساعات. لو اول مره تشوفوا القناه يبقى لايك وسبسكرايب، وتعالي بينا نطبق كل حاجه غسلناها. كده جبت المشايات ورحت قلت ايه لازم الفها كده، كانت نشفت خلاص، قلت الفها واركنها على جنب عشان لما يجي وقت فرشها ابقى افرشها، عشان شلنا خلاص الفرش بتاع الشتاء. كل سنه وانتم طيبين. قلت بقى الم التكايات بتاعه الركنه واروح ملبساها، عشان عامله لي زحمه وانا ركناها على السفره وعامله زي ما انتوا شفتوا كده. ركبتها اتركبت بكل سهولة ولله الحمد، ما غلبتنيش. انا قلت ايه هتدخل بالعافية، فلا طلعت حلوة وركبت بسرعة. لان انا اول مرة اغسلها، يعني هي بالنسبة لي دي اول غسلة في الحاجات بتاعة الركنة كلها. فالحمد لله ولك الحمد يا الله، ركبت معايا بسرعة وخلصت. قلت بقى ايه ادخل على الستاير تركيب، عشان هي مرمية على كراسي السفرة وشكل البيت يقرف الكلب الاجرب، وانا نفسيا مش مرتاحه. فانا مش هرتاح غير لما اركب ستايري واركب كل حاجتي واعمل كوبايه شاي بالنعناع كده واتنعنع وانا قاعده. بس قلت اركب الستاير الاول، لان انتوا عارفين الرجاله ملهاش طاقه ابدا ان هي، لو قلت مثلا ان جوزها يركبها، الرجاله ملهاش طاقه ابدا ان هي ايه تقعد كده تعلق ستاير وتظبط في ستاير. ملهمش طاقه للكلام ده، ما عندهمش هم حاجه طولة بال يعني. المهم قلت اركبها بدل ما اقعد والبيت مكركب كده ومستنيه حد يجي يساعدني. مفيش حد اللي بيساعد هو ربنا. فقلت ايه نخلص كده، الحمد لله خلصنا من الستاير. جيت بقى قلت ايه اركب الكفر بتاع السفره، عشان عامل لي كده كركبه برده مركونه على الترابيزه وشكله مش حلو. على ما يجي ابو حنين من الشغل وتكون الدنيا إيه، اتلمت شويه والدنيا هديت. قلت اركبها وركبتها، بس انتوا عارفين الكفر ده خلاص جاب اخره ولله الحمد، يعني المفروض هو يتغير والسفره تتجدد. بس الحمد لله الحمد لله السفره على حالها كويسه، هي من 15 سنه، حالها الحمد لله كويسه. هي بس ايه محتاجه كفر كويس، او محتاجه ان هي تتجدد، اللي هي تعمل كابوتينيه. بس انا عاجبني منظرها كده الحمد لله حلو. قلت امسح الازاز بقى واخلص كل الليله دي. ولو نسيت اللايك حطي اللايك يا شطوره، عشان خاطر ايه نستمر معاكم. قلت اخلص بقى السفره، لان برضو ايه الكفر بتاعها عامل كركبه، فايه نلبسها وخلاص. الواحد ريقه نشف من كتر ما هو نازل عمال يلف ويشد ويجر ويعمل. بس الحمد لله والله العظيم ربنا يدينا الصحه والعافيه. الواحد بس ما بيطلبش غير انه ايه ربنا يرزقه الصحه كده ويخدم نفسه ويخدم بيته وعياله. ولو حد يعرف نوع ملمع خشب كويس يا ريت يقول لي، لان انا عندي السفره عايزه تتلمع. فرشت. بصوا بعد ما خلصت لقيت صوتي جت من الامتحان. ايه يا بنتي اخبار الامتحان؟ قالت لي تمام. لو وصلت لحد هنا صلي على النبي ولايك وسبسكرايب وباي.